مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على بث الفيسبوك راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستوديو دكتور بهجة محمد لطفي التنبي، اختصاصي بأمراض العظام وجراحتها، بين قوسين بالعامية نسميها جراحة عظمية. اسمحوا لي رحب بضيفنا الدكتور بهجت. يسعد مساك دكتور. مساك يا رب. نتشكرك على تخصيص وقتك دكتور لحتى نفيد المستمعين. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا عبر التردد مثل ما تسمعونا هلأ، فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429-101، أيضا عبر أي رسالة عبر الواتساب أو عفوا على البث المباشر. فيكم عبر أي رسالة أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. رح نبلش لقائنا اليوم. موضوعنا هيك اخترنا موضوع شائع من أشياء الحالات اللي عم تزور عيادات العظمية، اللي هي تمزق الرباط الصليبي الأمامي. يا ترى شو هو، وين مكان توضعه، لحتى نبدأ لقائنا. الدكتور أكيد رح يشرح لنا إياها. دكتور، كتعريف بداية تمزق الرباط الصليبي. أول شيء الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لكم. هلا بالنسبة للرباط الصليبي الأمامي، طبعا الرباط الصليبي الأمامي هو جزء من 4 أربطة تمسك الركبة، يعني وظيفته هي تحافظ على مفصل الركبة أثناء الحركة، تعمل له الدعم، يعني الحركة الأساسية لمفصل الركبة بهالشكل. فتساوي يعني أنت بتعمل تماسك للركبة. هن الرباط الأمامي الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي والرباطين الجانبيين الأنسي والوحشي. طبعا الأساسي والأكثر شيوعا هو الرباط الصليبي الأمامي، وهو الأكثر عادة تأثيرا على المريض. طبعا الرباط الصليبي الأمامي موقعه بين الفخذ والساق، من الجزء الأمامي للساق الأمامي والأنسي تقريبا للساق، باتجاه الجزء الوحشي ومنتصف الفخذ. يعني هو موقعه تشريحيا متعدد ألياف، له عدة ألياف، يعني له نوعين ألياف ليفين موجودين فيه، وهو مهمته ثباتية الركبة بالحركة الأمامية. يعني ثباتية بيمنع أن مثلا انزلاق الساق للأمام. تماما دكتور. هذا كموجز يعني على الموقع. تماما دكتور. الأعراض اللي بتصيب المريض أو اللي ينصاب بهالحالة هاي كيف بيكون شكلها؟ طبعا هلا الرباط الصليبي ليش انه هو يعني هو هو أذية شائعة جدا عند الرياضيين. يعني ممكن اشخاص غير رياضيين طبعا ينصابوا حادث حركة غلط، بس طبعا تأثيره الأكبر بيكون عند الرياضي، وخصوصا الرياضي اللي عم بيلعب رياضات شوي فيها قفز، فيها تغيير اتجاه. تمام. هاي مثل كرة سلة، كرة قدم، كرة يد، تنس، ممكن يصير في دوران أو شيء. المهم، فأذية الرباط الصليبي عند الرياضي هي أذية تعيقه عن ممارسة الرياضة اللي هو عم بيعملها. تمام. عكس ممكن مثلا شخص عادي، ممكن إذا أذية كانت بسيطة أن يرجع يكمل حياته بشكل هادئ، وحتى لو في أذية بالرباط. طبعا أذية الرباط الصليبي أهم عرض له، نحن بيهمنا كتير موضوع الرياضيين، لأنه عم بصير في كتير إهمال، ومو بس بإصابة الرباط، بإصابات الرضية العادية بأي مكان، حتى مو بالركبة. بتسمع عن المريض والله وقع وراح حطوا له المفصل، فركوا له اياه بمي سخنه، انكسر. نعم. فركوا له بمي سخنه. طبعا المي السخنه بتزيد الدفء، والدفء بيزيد الترويه الدمويه، وانت عندك شيء متمزق. صح. سواء رباط، سواء عظم، سواء غضروف، سواء اي شيء متمزق، هو جرح ضمن الجسم فبينزف، وهالنزف المي السخنه بتحرضه اكثر، فبتزيد الوزمه، وبتلاقي المريض الضايق اكثر. صح. فموضوع العلاج هي لانه كثير بنتعرض له، رغم تطور كل التقنيات، والعالم التابع الطابة والتابع ميسي ورونالدو، فلسه عم بحطوا، ما بشوفهم بالملعب، بحطوا بوز، بحطوا تلج، بحطوا بخاخات باردة مشان المريض تهدى الإصابة. طبعا بالنسبة للرباط الصليبي مثل ما قلنا، أول عرض هو نزف، بيكون في عنا وزمة، تورم بالركبة صريح مفاجئ، مع ألم طبعا، لأنه في شيء يتمزق جوا، في صوت طقة.
تماما. ممكن غالبا اذا ما كانت الاصابه كتير هيك عنيفه جدا والمريض تعرض لاكثر من رد، يسمع الصوت الطقه بشكل واضح ان في طرق، في شيء تماما انقطع تماما جوا. هاي بالاصابه اللي بتكون انقطاع تام او انقطاع شديد تقريبا. فهي الاعراض الم، وزمه، مثل ما قلنا احمرار. صوت طق، احمرار يعني ممكن ربما. يكون في ايه طبعا حسب مع الإصابة. الوقت. ألم، عدم قدرة على تاني المفصل. وبهالحالات طبعا الرياضي او هالشخص لازم يرتاح تماما، يعني ما يصير والله يجي أبداً. الطبيب الفيزيائي او الطبيب المختص بالفريق او بالملعب بيقول له يلا كمل ضل 5 دقائق، وما بيصير. اللاعب او الرياضي بده يمتنع عن الحركه تماما، يحط ثلج، يحط رباط، يعلي رجله، يريح تماما. هاي اصابه، لانه ممكن تكون عندك الاصابه بسيطه، انقطاع جزئي بيتحول لانقطاع تام نتيجة إهمال. أحيانا المريض نفسه الشاب يقول لك لا أنا ماشي حالي ووقع ومرة كذا مرة. لا، المفروض لما تكون في عندي أعراض وزمة مع ألم بالركبة شديد، المفروض المريض أو اللاعب أو الرياضي أو أي شخص يمتنع عن الحركة تماما، يتشطح، يعلي رجله مشان يخفف العودة ضخ الدم ويخفف الوزمة بالطرف المصاب. تماما. حلو كتير دكتور المعلومات اللي ذكرتها. حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429-101. أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص الجراحة العظمية أو موضوعنا لليوم اللي هو تمزق الرباط الصليبي الأمامي، اللي هلا من شوي الدكتور حكى لنا عنه مكان توضعه ومين هن اللي أكثر شيء ينصابوا عنهم وكيف شكل الحالة، عرض الحالة بيكون. دكتور حكينا هلا موضوع ضمن حديثنا كمان موضوع الأسباب وآلية الحدوث. هلا كيف هي بتكون؟ الأسباب بتكون في حركة تغيير، يعني اللاعب مثلا كان متجه باتجاه ورقد وقف بطريقة مفاجئة، أو مثلا صار توقف مع دوران للرجل، يعني تغيير اتجاه، توقف مفاجئ بيصير فيه أن الجسم بيكمل والجسم يعني اللاعب وقف ولكن تمام. جسمه رجله كملت. تمام. فبيصير في عدم تناسق عضلي عصبي، فبيصير في تمزق. طبعا نسأل حالنا مثلا إن ليش في بعض الرياضيين لعبوا سنوات طويلة ما صار معهم إصابة ولعبوا كذا. صح. القوة العضلية والتمارين العضلية واللاعب اللي مستمر بالرياضة، هدول اللاعبين عادة بتكون نسبة إصابتهم أقل. يعني أنت بتلاقي إن هن بيقعوا وقعات، مو بس رباط وغضروف وردود، متعرضين لردود كتيرة. نعم. وبيقعوا بالملعب كتير وما بينصابوا طبعا، لأنه هدول مدربين يلعبوا يوميا، عندهم تمرين، عندهم كل 3 أيام مباراة بالنوادي المحترفة يعني عالميا. فبتلاقي نسبة الإصابة أقل، لأنه العضلات منسجمة مع اللاعب. صح. أو صار في عنده حس، يعني في حتى بالرباط الصليبي طبعا بس نحكي على موضوع المعالجة. بنشرح في موضوع إحساس موجود ضمن الرباط، في إحساس، في أعصاب حسية، ألياف حسية ضمن الرباط. هي كل عوامل تلعب دور إني تعطي الحماية للرباط الصليبي. طبعا لما يكون في حركة كتير عنيفة راح يصير في تمزق، مثلا لاعب وقع ورجله ضلت بمكان معين وجسمه تقدم، بدها تتفرغ الطاقة أكيد. بالرباط ويتمزق. أكيد. دكتور كأطباء جراحة عظمية ومفاصل وهي، هل الحالة أو المريض اللي بيجي يكون على العيادة سواء كان أو بيجي بحالة إسعافية على المشفى، التشخيص الدقيق لحتى توصلوا لهالتشخيص كيف هي؟ طبعا هلا نحن أول شيء مثل ما ذكرنا مثل الإجراءات. نعم. قصة بيجينا اللاعب أو شو صار معك، والله كنت بالملعب وقعدت برمت رجلي، حدا وقف قدامي، ضربة على الساق، صار معي تمزق، سمعت صوت طقة. طبعا هلا كل هالأعراض هاي بتدل إن في إصابة أذية كبيرة ضمن المفصل. طبعا في فحوصات، يعني فحوصات نحن بنعملها بالعيادة، وحتى ممكن طبيب العلاج الفيزيائي او طبيب النادي اذا عنده خبره، يعني لما يصاب كمان يطبقها، ممكن مباشره تعطيه توجيه ان في فحص الجارور، يعني جارور الاخمن. في بعض الفحوصات بنفحص، بنشد الساق للاعلى، فبنلاحظ ان حركه الساق للامام، يعني مثل واحد قاعد، نشبهها هيك قاعد على كرسي وانت جيت مسكت. طبعا هي مو هيك، بس نحن اقرب شيء مشان اللي عم بيسمعنا يستوعب الموضوع، من نقرب الساق لقدامه وهو قاعد، فبنلاقي ان في حركه هيك
زيادة، يعني أها. المفروض أنا الركبة لما أشدها للأمام من أعلى الساق ما تتحرك معي، حركة بسيطة جزئية. جدا. إذا صار في حركة شوي زيادة مقارنة طبعا بالساق الثاني، فغالبا في عندي تمزق أيوة. بالرباط. طبعا للقصة السريرية أن المريض سمعت صوت طاقة، صار معي حركة، صار معي وزمة. ودائما التشخيص النهائي هو بيكون عبر الرنين المغناطيسي. بصورة أيوة. الرنين المغناطيسي بتحدد هل إصابة جزئية، هل إصابة تامة. للرباط بتحدد لنا تشخيص أكيد. ان في أزيد رباط، أزيد غضروف، رباط امامي، رباط خلفي. طبعا التشخيص النهائي بالرنين المغناطيسي طبعا. وبالتنظير كمان. أيوة. التنظير هو أداة طريقة للمعالجة وهو طريقة للتشخيص. كشف. نفوت بالتنظير بنكشف بيبين معنا الرباط الصليبي وضعه تماما. بالعملية. طبعا إذا هالإجراءين هذا هو سواء الرنين المغناطيسي طبعا بعد الفحص السريري والقصة المرضية، حتى ضمن التنظير العملية التنظيرية اللي بتشتغلوها فيكم تكشفوا الحالة طبعاً وتعالجوها طبعاً فورا. طبعاً تتدخلوا فورا. حلو طبعاً. كتير. دكتور هلا وصلنا لموضوع العلاج بعد التشخيص. وصلنا للعلاج. هلا في مراحل أو أمراض أو حالات مثل ما ذكرت من شوي ربما يكون في إصابة جزئية أو خفيفة. طبعا هلا المعالجة عند الرياضيين المحترفين طبعا نعم. هي غالبا جراحية. غالبا جراحية طبعا. نحن بعد الصورة صورة الرنين، والحمد لله هذا صار متوفر عنا أجهزة رنين دقيقة. نعم. بتبين معناه أن مستوى الإصابة. الرباط لما بتمزق أحيانا ما بتمزق بشكل كامل، بس هو مثل حكينا هو مثل الألياف. ألياف. نعم. فممكن 70% أو 80% من الألياف تتمزق. طبعا الجزء اللي موجود هاد ممكن يترمم، ولكن ما بيكون بيعطي فعاليته، يعني بصير في نوع من الرخاوة وبتضل الركبة عدم ثباتية. نعم. طبعا نحن خطة المعالجة عادة حتى لو في إصابة واضحة وأمورها بننتظر تقريبا بحدود الشهر بعد الإصابة لبين ما الركبة تهدى، يخف الورم، تخف الآلام. ما ندخل عملية نهائيا بالبداية إلا إذا في شيء تاني أو في كسر. يعني ممكن يكون في أكثر في سبب تاني غير الرباط بننتظر لمدة شهر بتهدى الركبة. الأعراض الالتهابية بتخف عند المريض، بصير برجع على وضعه. وبتقيم وضع المريض، يعني أنا المريض بدي أقيمه إني هذا قيمه، يعني حدد وضعه. ممكن يجيني المريض قال لي دكتور أنا وضعي منيح ما عم بشكي من شيء. ممكن يكون مريض غير رياضي، مرة لعب طابة مرة صح. وكان عنده بالفحص يكون في عنده شوي رخاوة بسيطة. هو نحن بنقول يعني بالعامية هون أو ما عم تخطف. يعني المريض عادة اللي بيجي بقصة رباط صليبي. نحن حكينا طبعا عن التمزق وهي الحالة الحادة. طبعا في مرضى ما بشخصوا بالحالة الحادة، بيقع بكذا ما بيروح على طبيب، بيهدى بيمشي حاله، ما بصور صورة رنين. بيجي بعد شهر شهرين بيجيك على العيادة بيقول لك دكتور أنا في شيء وقعت ورجلي. فأنت بتفحصه أولا، الفحص كمان السريري بيبين، بيقول لك هو في شغلة مثلا بنزل المريض على الدرج بيقول لك عم بنزل رجلي مو إلي. كأنه هو راكب موتور وعم بشحط أو سيارة وعم تسحط منه. فبحس إن رجله لما بحطها على الأرض القدم على الأرض ولكن الركبة مو فوقها عم تتحرك هيك، فيها حركة مو مضبوطة. الخطفة أو المريض مو مرتاح ما بيحسن يرقد. هاي هي أحد أعراض يعني التشخيص أو الوصف اللي بيوصفه المريض لا إصابة الرباط. فنحن هاي الأمور منقيمة لما نحن بدنا نعالج المريض. فأنا ممكن مجيني مريض مثلا أشوف تمزق جزئي، أفحصه هيك ألاقي ما عنده هالرخاوة، ما عنده شكاية الخطف إني والله رجلي عم تخطف أو ما عم تساعدني أو مالي حاسس فيها. هاي الأعراض مو موجودة عند المريض. فأنا المريض ممكن بالعلاج الفيزيائي بتقوية العضلات. أنت لما تقوي العضلات بتساعد نوعا ما إني ما يصير العبء كله على الرباط الصليبي. مثل ما نحن حكينا قبل إن تقوية العضلات والأشخاص الرياضيين حتى نسبة الإصابة عندهم بتكون أقل. لأنه العضلة بتكون داعمة فبتكون شوي نوعا ما إصابة أخف. طبعا هاي بالحالات الجزئية. بالحالات الشديدة أو الجزئية أو الجزئية الشديدة، يعني يكون رباط مثلا مو مقطوع بشكل كامل ولكن مقطوع وصار فيه رخاوة، أو مقطوع بشكل كامل، نحن بنعمل عملية اسمها تصنيع الرباط الصليبي. الرباط الصليبي طبعا الرباط ما بتخيط، ما وصل يعني، لأنه
في صعوبة ان انت توصل والتئامه بكون سيء، فنحن بنعمل اعادة تصنيع، بناخد ليف وتري من الجسم. طبعا في اي اكثر من مكان بالجسم بناخده حوالين الركبة وبنزرعه. أيوة. بنحطه مكان الرباط بطريقة معينة بعملية معينة، بنزرعه وبنثبته ببراغي. حلو. طبعا هاي العالم كتير اللي بيعرفوا براغي الرباط الصليبي، والرباط في براغي ممتصة، براغي يعني بتدوب مع الوقت. طبعا بنثبته بوضعية معينة، وهي التكنيك العملية. وبعد العملية المريض بيخضع للعلاج الفيزيائي اللي لبين ما يرجع لوضعه الطبيعي. وغالبا هدول الرياضيين او حتى يعني ما في عمر معين، ممكن يجيني المريض عمره 50 سنة بيلعب طابة، وهو تقريبا كل اسبوع بيلعب له مباريتين، يعني الزلمة رياضي صار معه تمزق، هذا لازم يعمل عملية. يعني نحن توجهنا ضمن العيادة مثلا ان المريض اللي غير رياضي ما عنده حركة عنيفة، اصابته بسيطة او نصف جزئية او جزئية حتى، والمريض ما عم يعاني، مو ضروري يعمل عملية. في كتير مرضى ماشي امورهم بدون عمل جراحي، ولكن المريض حتى الكبير اللي عم بيلعب رياضة، الرياضي لازم يعمل عملية، لانه بدك تحافظ على المفصل تماما مشان ما يضل. لانه انت لما بيكون عندك الرباط مقطوع المريض بينزل على الملعب وبرقد، ولكن معرض ان الاصابة تتفاقم، مو من ناحية الرباط مقطوع انقطع، تمام. ولكن ممكن أنا يكون عندي إصابة غضروف جزئية بسيطة تتطور، لأنه ما ضل في ثباتية بالركبة. صح. فصار في معرض الركبة لإصابات أو وضعيات هي مو مجهزة لها. يعني الركبة غير مفصل الكتف، لا أنت مفصل كتفك بتحركه صح. بدرجات كتير كبيرة. الركبة مثلا ما بتحرك من اليمين لليسار، تحرك للأمام والخلف فقط. فأنت لما بتصاب عندك الرباط، فأنت صار عندك معرض أن يصير في حركات تانية غير طبيعية تأذي لك الركبة أو كذا، تمام، وتساوي لك مشاكل. حقيقة كان السؤال اللي خطر على بالي إنه موضوع الفئات العمرية اللي ممكن ينصابوا، سواء كان كل الفئات العمرية ممكن عمره 13 14 15 17. طبعا الفئات اللي تحت ال 17 نفضل اني ما تعمل عمل جراحي، لانه بيكون لسه في عندها فتره نمو، او ممكن العمليه تاثر عن النمو. يعني ممكن في بعض الطرق الى ان واحد يتجنب اصابه الغضروف، لانه طبعا النمو هو الاساس يعني. فممكن انت تاثر على نمو الطفل وتصير الرجل اقصر من الرجل السليمة. إيه. الفئات العمرية الثانية هي كل الفئات الرياضية لازم تعمل العملية. تمام. والأشخاص اللي يعني بمرحلة الشباب وفي عندهم مجهود، في عندهم ركض، الأشخاص اللي بالعسكريين مثلا، أشخاص اللي عندهم التزامات شغلهم بيتطلب قفز، يعني مهارات معينة، هاي كلها بتتطلب. أكيد. كإحصائية غير دقيقة دكتور، مثلا زواركم أو مرضاكم اللي بينصابوا هاي الحالات الجنسين أكيد الذكور أكثر من الذكور أكثر. إيه. لأنه هن أكثر الذكور يعني نسبة النساء قليلة جدا. طبعا لأنه بده يكون رياضي. صح. بده يكون رياضي، بده يكون في شوية عنف بالموضوع. طبعا المرأة الرياضية هن على قلتهم شوي كمان معرضين، لأنه صح. كمان المرأة الرياضية رح تكون مؤهبة، يعني مؤهبة أكثر، لأن بسبب أني في عنده ضعف عضلي، عنده ضعف عضلي طبعا. ففي تأهب لهالإصابة. بس غالبا يكونوا من الذكور، وحتى غير الرياضيين اللي بيشتغلوا بأعمال معينة. نعم. بالحوادث، عسكريين وارد كتير يكون في عندهم إصابة برد. تماما. دكتور، هلا توصيات ما بعد العلاج، أكيد بعد ما تعالج المريض في توصيات. هلا طبعا المريض اللي بدون عمل جراحي هو توصياته هي المعالجة الفيزيائية، تمارين تقوية العضلات الخلفية والأمامية للفخذ، مربعات الرؤوس، كلها بتحسن وضع المريض لما يرجع لوضعه الطبيعي. ويتقيم طبعا، يتقيم وضعه، تقيم ثباتيته ليرجع لوضعه الطبيعي لرياضته. بالنسبة للمريض اللي بيعمل عمل جراحي، هدول الرياضي بيرجع للرياضة بعد 6 شهور. وأتوقع يعني اللي بتابع رياضة بيعرف. هلا مثلا اللي ريالي، أنا ريالي، المهم الريالي بيعرف إن في 3 لاعبين ريال لعبوا صار معه رباط صليبي، و3 خلال 6 شهور ما رجعوا. ف6 شهور هو الرقم اللي بيرجع فيه. طبعا هو بعد العملية مباشرة برجع بيمشي بعكازات، بحط رباط في كل أسبوع مجموعة تمارين خفيفة بتأهله خلال شهر شهرين، بلش بقفز، بيرجع بيدخل بسيستم العلاج الفيزيائي اللي راح يأهبه شوي شوي يرجع لا يؤدي مبارياته. طبعا حسب تقييم اللاعب، حسب في طبيب كمان هو اللي بيتابعه تماما
ايه، يرجع ولكن المدة لوظيفته هي تقريبا الاعتيادية. طبعا توصيات كمان دائما هي اللي بنحكي فيها حتى ما بعد، هي تقوية العضلات، العلاج فيزيائي. انا بعرف شخص صديق مهم. كنت انزل على النادي ويروح معي، وهو عامل عملية بالشام عند احد الاساتذة يعني، نعم. رباط صليبي. المريض بعد سنتين ما كان عم بيلعب طابة. تمام، هو من الوسط الطبي نعم. طبعا، بس مو باختصاصنا. تمام. فقلت له، فحصته بالنادي، قلت له عمل لي حركات مربعة الرؤوس، بدي اشوف صفر، ما كانت تشتغل. هو كان يحرك الرجلتين مع بعض تمام. وبيعتبر حاله عم يعمل فيزيائي. الرجلتين طبعا الرجل السليمة عم بشيل عن رجل السلام، تمام. الرجل المصابة ما كانت تتحرك نهائيا. أوف. يعني ما تتحرك بأوزان، تتحرك هي. فانصدم طبعا. بعد سنتين هو معتبر ان عمليته فاشلة، عمليته كانت ناجحة. والطبيب اللي عامله الطبيب كتير كويس طبعا، اعطيته برنامج كورس فيزيائي، خلال شهرين صارت اموره تمام، ورجع يلعب بالملعب حلو ومرتاح واموره كويسه، ما فاتوا القطار مثل ما بقولوا. فالموضوع العلاج الفيزيائي كتير مهم، لازم يتابع مشان يكسب الشيء، لانه هو رياضي، فهو لازم يقوي، يرجع يقوي العضلات، يقوي. مو بس ان الرباط تصلح معناها الموضوع انتهى، لا، في سيناريو معين وفي أكيد. خطوات لازم يلتزم فيها. أكيد. بنهاية اللقاء بنشكر الدكتور بهجت محمد لطفي التنبي على الاستضافة الجميلة والمعلومات القيمة. يا رب تسلم أستاذ عماد، ويسلم الكادر شكرا الجميل، والله يعطيكم العافية. وإن شاء الله يكون هيك قدمنا شيء معلومة بسيطة هيك أكيد. متابعينا. شكرا لكم دكتور. شكرا لحلقة حسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا. شكرا لزملائي بالكنترول. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.